يا صباح الخير عليكم. اليوم بقول لكم على الخلطة الحلوة اللي بسويها. هنا حطيت فواحة. لازم أحط فواحة أول عشان كذا أشم ريحة حلوة وأنا بشتغل، يفرق معايا كثير. بقول لكم على حاجة روتينية قاعدة أسويها الفترة هذه، جدا فادتني. هي إني ببدأ يومي، يعني أول ما أصحى من النوم أصلي الفجر وأبدأ يومي بختم سورة البقرة. ما تتخيلوا قد إيش في فائدة ممكن إنكم أنتوا تشوفوها، فهذه الفضل العظيم بركة في اليوم. المهم نجي للخلطة. الخلطة طبعا عبارة، أنا كنت سويتها من قبل وكانت جدا جميلة وحلوة. لو عندك خشونة في اليد، خشونة في الأكواع، في الركب، الطبقة الخشنة هذه يعني بتعدلك المنظر. خلطاتها موجودة في أي مكان. الخلطة طبعا هي كريم جليسرين، أي كريم جليسرين عندك، فيتامين سي، علبة فاضية. أنا هنا بجرب شيء بسيط عشان أوريكم الخلطة كيف، وموية ورد وفيتامين سي. هذا الكريم زي ما قلت لكم جليسرين أو جليسريد ما يفرق، عادي أي شيء. وفيتامين سي، وفيتامين سي هو اللي بخلطه مع موية الورد. هنا كنت بحطها في هذا الكاس أخلط فيها، بس لاحظت إنه كان في شيء، استغربت. بعدين جبت الصحن عشان أخلط فيه. الحين حطينا حبة من الفيتامين سي، نقفل العلبة، نجيب موية الورد ونصب على فيتامين سي. نخليهم لين ما يجيبوا لنا كذا عصير. نخليه طبعا ياخذ راحته. أحب شكل الفيتامين سي لما كذا يجلس يفور. شكله حلو مرة لطيف. طيب هنا قلت بدل ما أقعد أستنى خليني أحط الكريم في العلبة. هنا سويت شي يضحك، مصيت الفيتامين سي مع موية الورد، طعم مرة كان حلو. هنا أخذت ملعقة أحطها على العلبة، ملعقة الثانية، كمية طبعا اللي انتوا تبوها. أنا هنا سويت كمية بسيطة عشان أوريكم الخلطة، وبعدها يعني بعد ما أخلص الفيديو أسوي الكمية الكبيرة. هنا قفلنا الكريم، حطينا الفيتامين سي على موية الورد، نخلط نخلط نخلط، إن شاء الله تخلص وأوريكم كيف.